في حكايات لما بتتحكي بتكمل معاك سنين. حكايات مش شرط فيها أكشن أو حبكة تقلب الدنيا، لكن فيها تفاصيل شبهك وشخصيات شبه اللي حواليك، وفيها بلد كاملة بتتغير من وراك وانت مش أخد بالك. بنت اسمها ذات مش مجرد مسلسل، ده مراية كبيرة بتقولك بصي لنفسك وبصي للبلد وافتكري انت عشت ازاي وكنت فين، كنت انهي ذات. المسلسل مقتبس عن رواية ذات للكاتب صنع الله إبراهيم، وبيحكي حكاية بنت مصرية اسمها ذات عبد الحميد، اتولدت في الستينيات وكبرت في السبعينيات واتجوزت في الثمانينات وعاشت كل التحولات اللي حصلت في البلد من أول عبد الناصر لحد أوائل الألفينيات. هي مش بطلة، لكن واحدة من ملايين البنات اللي اتولدوا في بيوت بسيطة واتربوا ما بين أم بتحذرهم من كل شيء وأب صوته واطي ومجتمع عايزهم يبقوا نسخة مطابقة لبعض. قصة ذات مش بس بتتبع حياتها، لكن كمان بتتبع حياة مصر كلها من خلال عينيها من غير ما تعلي صوتها، بس كل شيء بيتحكي. ذات هي القلب والنبض والعين اللي شفنا بيها كل حاجة في المسلسل. بنت اتولدت في بيت بسيط في الستينيات، لقت نفسها محاصرة من أول لحظة. أمها بتكبتها بحجة الست المحترمة ما ترفعش عينيها، مجتمع بيفرض عليها تبقى ساكتة متربية ما تطلعش برا الخط، وكل مرحلة من حياتها كانت بتتنازل عن جزء من ذاتها. وده بدأ لما قبلت تتجوز عبد المجيد لمجرد إن عنده شقة، لما سكتت عن تعنيفه النفسي، ولما قررت تشتغل عشان تحس بكيانها وبرضه ما قدرتش تمشي. نيللي كريم قدمت واحدة من أكتر الشخصيات النسائية تعقيدا في الدراما المصرية. صمتها كان صوت ونظراتها كانت بتعبر عن كل حرف مش قادرة تقوله، وكل تغير بسيط في ملامحها كان بيقولك إنها بتتكسر بس لسه واقفة. ايه الاعمال اللي كنت داخله مش متخيله ان هي هتكسر الدنيا بالطريقه دي وكسرت الدنيا يا نيل؟ ذات. ذات. اه مم. يعني ذات بالذات انا يمكن عشان كان في شويه، مثلا كان في نص مع مخرج ونص مع مخرج تاني والحاجات دي، ولا؟ لا، هي فكرة ذات. انا كان اول مرة اعمل بطولة مم. بالنسبة لي وانا بشتغل. ده كان اول مسلسل بطوله نيللي كريم، كان ذات. من هنا جت يعني الانطلاقه. من ناحية اللي هو مسلسل بنت اسمها ذات مع مخرجة بيحمل اسمك. عظيمة طبعا، كاملة حبيبتي، يعني تحية طبعا. خاصة ليها. اه. هذا الثنائي طبعا. القوي اه جدا طبعا. هنتكلم عنه بس يعني. فخد فترة زمنية كبيرة في مش تصوير. مش تصوير، على قد ما كنا بنصور ونقف بنصور ونقف. غصبا عنه. وهو كان بالنسبة لي مراحل، طبعا ببتدي من وانا عندي 17 سنة بينتهي انا عندي حاجة و60 سنة. فكل ده بياخد. ذات مش مجرد شخصية، هي تمثيل لكل ست مصرية اتولدت في وقت كان لازم فيه تبلع صوتها. الشخصيات في المسلسل كانوا مرسومين بشكل عبقري، كل حلقة بتطور شخصية جديدة علشان نحس إننا عايشين معاهم أو إنهم بيمثلونا بشكل من الأشكال. فمثلا عبد المجيد شخص مش عنيف بالصوت لكن عنيف بالفعل، شخصيته بتمثل الرجال اللي شايفين إن جوازهم من ست كويسة وعيشة مستقرة كفاية جدا، فبالتالي هو عايز مراته تبقى كويسة لكن بطريقته هو، شايف إن الست مش لازم تكون ليها رأي. ولما ذات حاولت تشتغل اتضايق، ولما نجحت اتضايق أكتر. وده اللي بيخلي شخصيته من أكتر الشخصيات استفزازا، مش لأنه بيزعق لكن لأنه بيقهر من غير ما يحس. تمثيل باسم سمرة هنا كان عبقري، بيخلي الشخصية مقبولة شكليا ومرفوضة جوهريا، وده أصعب من تقديم شخصية شريرة صريح كده. ولو هنيجي لأم ذات فهي مش بس متسلطة، دي صنيعة مجتمع اتربى على الخوف، شايف إن البنت لازم تتجوز بسرعة ولازم ما تردش وما تعليش صوتها حتى لو اتوجعت وحتى لو اتكسرت. هي بتعيد إنتاج القهر اللي عاشته بس بشكل أشد. شخصيتها تقيلة لأنك كمشاهد ممكن تكرهها، بس في لحظة بتتعاطف معاها لأنها أم ما تعرفش غير الأسوأ ومعلمهاش الزمن إنها تحضن بنتها. الأب بقى كان أكتر شخصية رمادية، غيابه كان زي حضوره، قاعد دايما في الخلفية ماسك الجورنال أو بيتكلم عن عبد الناصر بس ما كانش بيتدخل. هو الراجل المصري اللي اتكسرت روحه فانسحب وساب الدور يتلعب من وراه، وبالتالي الأم ملت الفراغ وذات كبرت في بيت في صوت عالي وسند غايب عنها وعن حمايتها. الأب كان بيحاول يفتش في التاريخ وهو مش شايف بنته بتتوجع جنبه. ولما ذات حبت تشوف الحياة بره بتتعاش ازاي، جربت يكون ليها صاحبة، وشافت فعلا في صاحبتها البديل، الحياة اللي مكانتش قادرة تعيشها واللي المجتمع عاقب صاحبتها عليها. ومع الوقت بعدت عن ذات زي ما المجتمع بعدهم عن بعض، واختفائها كان رمز لأنه ما ينفعش تخرجي بره السطر وتفضلي تطاطي راسك وعيشي زي ما أهلك عايشين لو عايزة تبقي معانا في المجتمع. هنيجي بعدها البنت ذات عاشت حياة مامتها بالملي، مع إنها طول الوقت كانت بتهرب من اللحظة دي، اللحظة اللي سألتها مامتها انت عشتي حياتك وليه سكتي لكل ده. هنا بنفهم ان اللي اتعمل في ذات اتكرر في بنتها، والمسلسل هنا بيسيبك قدام السؤال ده، هل احنا بنربي بناتنا على الحرية ولا بنديهم نسخة محجمة مننا؟ وطبعا مسلسل زي ده مش هيكمل من غير اسقاط على الشخصيات، زي مثلا لما كان في جارة بتراقب من البلكونة وده بيمثل نظرة المجتمع، والموظف اللي بيقول صباح الخير وهو بيظلمك وده أساس البيروقراطية.
أما عن الست الكبيرة اللي بتقول نصايح كأنها بتديك حكمة مضللة، زي ما كمان رمزوا للطبقات اللي بتمثل تفاصيل الحياة في صاحب المحل والبواب والسواق. المسلسل ما كانش بيقول لنا اسم كل شخصية، لكن كان بيخلي كل واحد فيهم ملامح حقيقية من حياة الطبقة الوسطى. وكمان المسلسل ما اعتمدش على حدوتة درامية تقلب الدنيا، لكن اعتمد على تراكم التفاصيل الصغيرة، وكل تفصيلة كانت نقطة تحول في حياتها وفي حياتنا كجمهور بنشوف نفسنا جواها. بنت اسمها ذات مسلسل أثر في كل الناس من وقت عرضه في 2013 لحد وقتنا الحالي. كل مرة بنشوف مشهد منه بنحس بقد إيه المسلسل ده كان حالة، واتكلم في كل اللي بتمر فيه البنت في المجتمع. ورغم بطء الإيقاع اللي ناس اتكلمت عليه وقت العرض، لكن مع الوقت جذبهم المسلسل أكتر وأكتر، وبقت حلقات زي الختان والولادة والصمت بعد العنف حلقات مؤثرة جدا في الناس، لدرجة إنهم كتبوا أنا ذات وإنتي ذات وإحنا ذات. وناس تانية قالت أكتر مسلسل حسيت إني مفهومة فيه. ده غير التعليق اللي كان مثالي على أحداث المسلسل لما بنت كتبت كأنهم صوروا تفاصيل بيتنا من غير ما يجوا عندنا. انت عارف انا مستغرب من ايه؟ ان نيلي عاشت في اسره، يعني مامتها روسيه، وهي عاشت فتره طويله. مش عشتي في روسيا فتره؟ انا عشت في روسيا لحد سن 16 سنه، من طيب 6 ل يعني 16. دي كونت الشخصيه يعني. بس وهي بتعمل ذات مثلا، يا نهار وغير ابيض. ذات مصريه صميمه سجن يعني. النساء. الثقافه دي بتبقى موجوده جواك، انا ما اعرفش ازاي، بس انا بيتهيألي حتى لو انا قعدت في اليابان 20 سنه برضه هبقى مصريه. مصريه يعني الكالتشر داخله جوه قوي يعني. وفجاه لقيت يعني اول يوم، تاني يوم، تالت يوم، لقيت الناس بتكتب ذات 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 ذات. المسلسل راح في حته تانية خالص. تانية خالص خالص خالص. كل حد عبر عن الظلم اللي بيتعرض ليه من خلال رأيه في المسلسل، وتأثيره بيظهر في المشاهد اللي بجد كانت بتحكي الواقع بشكل مدهش. لما حصل حوار بين ذات وعبد المجيد لما قررت ذات تصلح الحمام والمطبخ اللي بقوا شبه منتهين الصلاحية تماما، اتعصب عليها ولمها على صرف الفلوس في شيء زي ده رغم انه فعلا كان مهم. قال لها كنا استخدمناها في شيء أفيد. في ايه؟ حمام؟ الله ينعل ابو الحمام. لا ليش خضتيني؟ ومشهد تاني زي لما أتوبيس المدرسة اتقلب بالبنات اللي كانوا رايحين الرحلة، وكان ممكن يكون بناته فيهم لولا ستر ربنا، وده كان سبب خناقة جديدة بين عبد المجيد وذات لما طلبت منه بانفعال ينقل البنات مدرسة خاصة. قال لها احنا ظروفنا صعبة واحنا ظروفنا كده. وتبص لغيرك ليه؟ يا عبيط، بص لابوك، يعني خليني انا القدوة بتاعتك. بتبص لغيرك ليه؟ هم ناس واحنا ناس، احنا مش زيهم يا حبيبي. انا عارف ان احنا مش زيهم. انا بتكسف اجيب اصحابي البيت، بخاف يرجعوا الفصل يتريقوا عليا هم والباقيين، اكمننا ما عندناش حاجات زي اللي عندهم في بيوتهم. البيت ده صغير ومكركب وكل حاجه فيه قديمه. بتقول ايه؟